السلام عليكم ورحمة الله متتبعي قناة مطبخ سارة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنوجد معكم طبق ديال الكتف. الكتف طريقة ديال الطياب ديال العدسات، يعني داكشي واعر ما شاء الله، اللحم مدغمر وكما كتشوفوا الدريساج كي داير. دابا غادي نبداو الطريقه ديالنا. هنا عندي 3 ديال الكتاف. انا كان عندي هنا 2 ديال الحطات، ماشي حطه وحده، 2 ديال الحطات. درت العطريه، عندي راس ديال الثومه كامل كنديرو. الثومه ضروريه في اللحم. عندي دامه ونص ديال الزعفران، دامه ديال الزعفران كامله ونص ديالها. عندي كذلك معلقه كبيره ديال السكنجبير او الزنجبيل. عندي كذلك معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي. حتى كما غتعرفوا ان الخرقوم باللي راه كيعطي واحد المذاق زوين من غير انه كيعطي اللون. غادي نضيفوا هنايا معلقه كبيره ديال القرفه ما عمراش يعني ممسوحه. وكذلك غادي نضيفوا القليل من الفلفل الاسود او الابزار والماء باش غادي نخلطوا المكونات ديالنا. نضربوا كلشي في الهاشوار، عفوا كنضربوا كلشي في الهاشوار وكنديرو هنا في بانيو فين غادي نرقد اللحم ديالي. على حساب هاد التوابل هادو غادي نضيف الماء كذلك، باش حيت انا عندي الكونتيتي ديال اللحم كثيره ماشي قليله. هنا ضفت معلقه كبيره ديال السمن والملح كذلك. كنخلط كلشي بيديا وكنبدا نشرمل اللحم ديالي. اللحم كيتشرمل وكيبات ليله كامله في الثلاجه، مع دابا الحال سخون ليله كامله في الثلاجه. صافي في الصباح الغد اللي كنطيبوه. هنا في الغد اللي طيبته استفتو في الكميله كما كتشوفوا. كان تكون عندنا شي كميله تكون كبيره، ماشي باش ما يجيش مزير، شي يطيب شي ما يطيبش. انا ما غنشعل عليه البوطه غير يتشحر كما كتشوفوا. غاديش ندير الزيت نهائيا حتى كتطلع ليا الغليه. هنا ضفت تقريبا كاس قل ربع ديال الزيت. كما كتعرفوا ان راه الغرمي كتكون فيه الشحمه. ضفت كاس قل ربع ديال الزيت وغادي نخلي مازال اللحم ديالي يتشحر مزيان. شحال ما تشحر مزيان يرد معاه البال. هنا عندي تقريبا 1 كيلو لا ربع ديال البصله، حيت البصله هذه صغيره ما كبيراش. كنشلضها بالهاشوار، كنردوها على هذا الشكل هذا، وكنخليو داك البصله ديالنا كنحركوها مع اللحم ونخليو اللحم. بالنسبه للتمريق ديال اللحم كنمرقو بالما طايب، كنستعملو كناخذوا مقراج ديال الماء طايب كنطيب هو اللي كنمرقو به كما كتشوفوا في الفيديو، وكنكبوه غير في الجناب ديالنا باش ما نكبوش على اللحم وتمشي لنا الاقامه. هنا كما كتشوفوا انا اللحم ديالي بدا دخلوا الطياب لدرجه ان داك العظم اللي تيكون في الكتف لتحت ديالو طاح. هنايا غادي نمشيو نعسلو البرقوق ديالنا. كناخذ هذا المرق هذا ديالنا. من بعد ما كنكون انني خديت البرقوق سلقته واحد شويه 5 دقائق، كنعاود ندير ديك المرقه وكنخليه كدير لي السكر وكيتعسل. عندي كذلك بوعويد حتى هو سلقناه في الماء وغادي نعسلو. هنا كما كتشوفوا راه اللحم ديالي طاب، اللحم تبارك الله دغيا ما خداش ليا الوقت بزاف، ساعه ونص وطاب ليا اللحم ديالي دغيا غير بالما طايب وهكا والبوطه تكون ناقصه. هنا البوطه تكون ناقصه مزيان، الا خلينا البوطه مجهده ما غاديش يعطينا داك اللون ديال اللحم اللي بغينا. كما كتشوفوا هنا اللون ديال اللحم راه كراميليزي ولا معسل بحال الكراميل. هنا خدينا سكر سنيده غادي حتى تولينا كراميل. غادي ندير فيها البعويد ديالي اللي ديجا سلقت حتى هو غادي ندرسيه به صافي. ودابا المشماش حتى هو نفس الطريقه درتها ليه اللي درت البرقوق حتى هو. وكذلك اللوز حتى هو قليناه الطريقه العاديه اللي كنديروا بها اللحم والبرقوق ديالنا التقليديه. غير انايا بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي فيها، وزدنا شي حوايج على الدريساج ديالنا. العين كتاكل قبل الكرش كما كنقولوا. صافي فوالا، حطيت 2 حطات، وحده للعيال وحده للرجال. هذه الحطه الاولى خديت البرقوق درته في اللوز ايفيلي حتى هو كنزوقو شويه، وغادي نحط البرقوق ديالي. هنا عندي المشماش عمرته باللوز، كدير المشماشه وسط المشماشه عفوا كنعمرو باللوز. وعندي كذلك اللوز اللي قليت حتى هو ضفتو في الاخر زوقت به. وهنا المشماش كنضيفوا عليه داك الذهب، هذاك الورق ديال الذهب كنزوقو به كدريساج فقط. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اللحم المدغمر بالبرقوق والمشماش والبعويد. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، راه كيجي رائع جدا. وكاين نديروه بالعنقره وكاين نديروه
كنتمنى ان الطبق اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اراكم فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.